هل الأسود كلت دانيال؟ لا، بس طلعوا باختبار عظيم، طلعوا بحاجة كبيرة قوي. قول يا رب وأنا في وسط التجربة في وسط الأزمة عناية بس ما تبقاش على الأزمة لأنك هتحلها، بس خلي عناية عليك أنت الرابع الشبيه بابن الآلهة. اسمعوا الكلمات دي. وسط الأتون ربي الحنون قال لي هناك وياك هكون، النار ما تقدر تلسعك ولا تحرقك ولا تهلكك، ده أنا معاك هحفظ وصون. يلا نقولها تاني. وسط الأتون ربي الحنون قال لي هناك وياك هكون، النار ما تقدر تلسعك ولا تحرقك ولا تهلكك، ده أنا معاك هحفظ وصون. افتح عيني عشان أشوف الخير في أصعب الظروف، أشكر وأسلم واتكل إني في إيدين حنان رؤوف، ده أنا لما أصرخ لك أعني، أرجوك يا أبويا ارفعها عني وارجع واغني بالحمد وبسبح الدفوف. وسط السيوف ألقاك تقول إحساني ليك مش راح يزول، برافو، ولا يبعدك ولا يجرفك، والتجربة مش راح تزول. أنا عايزكم تقولوا معايا. وسط السيول يسوع ألقاك تقول إحساني ليك يا أيمن مش راح يزول، السيل ما يقدر يخمرك ولا يبعدك ولا يجرفك، والتجربة مش راح تزول. افتح عيني عشان أشوف الخير في أصعب الظروف، أشكر وأسلم واتكل إني في إيدين حنان رؤوف، ده أنا لما هصرخ لك أعني، أرجوك يا بابا ارفع عني، ترفعني أنا هرجع واغني بالحمد وبسبح الدفوف. وسط الشكوك يا مالك الملوك ثقتي وإيماني مجدوك، والخوف ما عادش لي مكان، ده أنا قلبي مليان بالإيمان، ما بيخجل اللي نوطي الموسيقى شوية يلا قولوها. وسط الشكوك أيوة يا مالك الملوك ثقتي وإيماني يمجدوك، والخوف ما عادش لي مكان، أنا قلبي ده أنا قلبي مليان بالإيمان، ما بيخجل اللي بيطلبوك. افتح عيني هشوف صدقوني الحل، الخير في أصعب الظروف، أشكر وأسلم واتكل إني في إيدين حنان رؤوف، ده أنا لما هصرخ لك أعني، أرجوك يا رب ارفعها عني، ترفعني أنا هرجع واغني بالحمد وبسبح الدفوف. افتح عيني عشان أشوف الخير في أصعب الظروف، أشكر وأسلم
واتكل اني في ايدين حنان رؤوف. ده انا لما هصرخ لك يا بابا ارفعها عني، ترفعني انا هرجع واغني انا بالحمد وبسبح بتفوق.